الغموض يلف قضية انتحار عقيد في الديوانية. لماذا يقتل مدير شرطة نفسه؟ يسود الغموض ملابسات قضية انتحار مدير مركز شرطة في الديوانية بعد العثور على جثته داخل منزله بقضاء غماز غربي المحافظة. وذكر شهودنا العقيد حيدر حميد مدير مركز شرطة الجزائر في الديوانية دخل منزله وتوجه مباشرة إلى غرفته في الطابق الثاني قبل سماع دوي إطلاق النار تبين أنه لاحقا من سلاح العقيد نفسه تم إطلاقها بمنطقة الفم من المسافة الصفر. وتجري شرطة الديوانية تحقيقا بالقضية التي لا تزال أسبابها مجهولة، فيما أشارت مصادر بالطب العدلي أن دوي العقيد تسلم جثمانه لغرض إتمام مراسم الدفن والجنازة. وحول ملابسات هذه القضية ينضم معنا مراسلنا من الديوانية علي قحطان. علي، أهلا بك ومرحبا معنا في الحصاد. ضعنا في تفاصيل هذه الحادثة وماذا تقول الشرطة عنها الآن؟ نعم. مرحبا بك. أنا الآن أقف بالتحديد في قضاء غماس حيدر حميد، منطقة تسمى منطقة الحولي. الحادثة جرت ظهر هذا اليوم بالتحديد الساعة 2 ظهرا. يعني توجه العقيد بعد رجوعه من عمله في مركز محافظة الديوانية كمدير لمركز شرطة الزوراء، توجه إلى منزله ومن ثم يعني ذهب للطابق الثاني لغرفته الشخصية وسمعت إطلاق نارية. تبين بعدها أنه توفي على الفور. نقل على إثرها لمستشفى الديوانية. هناك في الطب العدلي أيضا وضحت مستشفى الديوانية وبالتحديد قسم الطب العدلي أن الإطلاق كانت على مسافة صفر وبالتحديد بمنطقة الفم. بعد ساعتين من الحادثة سلمت مستشفى الديوانية جثة العقيد إلى ذويه، وهذه بالنسبة لي تفاصيل انتحار العقيد حيدر. موضوعة مديرية شرطة الديوانية شكلت لجنة تحقيقية بملابسات الحادث فيما إذا كانت حالة انتحار أم لا، وبانتظار الأيام القليلة المقبلة لمعرفة تفاصيل الحادثة من مديرية شرطة الديوانية. نعم علي قحطان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من الديوانية.